سود الأطلس يروضون راقصي السامبا ويعلمونهم أصول السحر الكروي في عقر قارتهم وأمام أنظار العالم أجمع. ماذا لو أخبرتك عزيزي المشاهد بأن أبطال العالم 5 مرات المدججين بألمع نجوم الأرض وتحت قيادة الثعلب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي وقفوا مذهولين يبتلعون ريقهم بصعوبة ويبحثون بشق الأنفس عن طوق نجاة من طوفان أحمر وأخضر اجتاح عشب ملعب نيوجيرسي المونديالي دون رحمة؟ فهل حقا بدأ عصر السيادة المغربية في عالم الساحرة المستديرة؟ وكيف استطاع تكتيك المدرب المغربي أن يشل حركة الماكينات البرازيلية ويجعلها تبدو كفريق هواة تائه في أول 30 دقيقة؟ وماذا قالت الصحافة البرازيلية عن الأداء المغربي في المباراة؟ نبدأ مشاهدينا مع آخر سؤال، حيث لم يمر الأداء البطولي الشرس والمنضبط مرور الكرام على الصحافة البرازيلية التي وقفت مذهولة ومصدومة أمام قوة المنتخب المغربي، حيث اعترفت صحيفة UOL الشهيرة والواسعة الانتشار بمرارة واضحة في عناوينها بأن النجم فينيسيوس جونيور هو من أنقذ السامبا من كارثة محققة وفضيحة كروية أمام منتخب شرس سيطر بالطول والعرض وأحرج أبطال العالم. وتغنت الصحيفة ذاتها بشكل خاص وبكلمات من ذهب بالجوهرة المغربية الشابة أيوب بوعدي، معتبرة إياه أفضل لاعب وسط في الملعب بلا منازع، متفوقا على أسياد اللعبة بفضل هدوئه الأنيق، استخلاصه النظيف للكرة، ورؤيته الثاقبة التي مكنته من قراءة الملعب ككتاب مفتوح. بينما عبرت صحيفة لانس الرياضية عن خيبة أملها الكبيرة من أداء المنتخب البرازيلي الباهت والفقير تكتيكيا، مشيرة إلى صعوبة خلقه للفرص الحقيقية أمام دفاع مغربي صلب ومنظم لم يترك لهم متنفسا واحدا للتحرك بحرية، لدرجة أن اللاعبين البرازيليين بدوا وكأنهم يركضون في متاهة مغلقة. في حين أكدت صحيفة كوريو دو بوفو بقلق بالغ وواضح بين سطورها أن سيليساو عانى الأمرين وبدا تائها ولم ينج من فخ الهزيمة المذلة إلا بشق الأنفس وفي الرمق الأخير، في افتتاحية مخيبة جدا لآمال عشاقهم الذين انتظروا سحرا برازيليا فوجدوا أنفسهم أمام سحر مغربي يسلب العقول والقلوب.